في البدء خلقت لك كل شيء، أمسكت بالعدم وشكلت أرض حتى عليها بقدميك الحافيتين. من قلب الخراب صنعت لك وجود، ومن قلب الفوضى أسست نظام. لأجلك هيأت كون كامل ليكون لك، نهار وليل، سماء وأرض، نباتات وأشجار وثمار، طيور وحيوانات وأسماك، كل هذا كان لك. فأنا أعولك من أول يوم كما أعولك الآن، أوفر لك الطعام من أول يوم كما أوفره لك الآن، لعلك تفهم كم أنا أحبك وأن حاجتك هي لي. صنعتك بيدي وشكلتك على صورة ابني، وسكنت فيك روحي، فأنت أروع ما صنعته يداي. أنا خالقك وجابلك من التراب، أنا من نفخت فيك روحي. أنا صاحب كل ما تقع عليه عينيك، لا توجد حياة خارجي، فأنا هو الحياة، وكل ما هو حولك يحمي بصرك. حبي واهتمامي ورعايتي لك، قررت أنت أن تجرب بنفسك ما حذرتك منه، وتنساق وراء كلمات الحية وتصدقها حتى لوقتنا هذا. قررت أن تأخذ ملكي وتملك نفسك بدلا مني،
وتسعى أن تحيا بدوني. لذلك بدأت العواقب تظهر بمجرد أنك قررت أن تنفصل عني، وانفتحت عيناك فعلا، ولكن على عريك وخزيك، وذهبت تبحث عن أي شيء آخر يعكس صورتك أنت بدلا مني. ألا تعلم أني أعرفك جيدا؟ لقد نسجتك وشكلتك. أنا أرى أعماقك، رغباتك، أهواءك، مشاعرك، أفكارك. أنا أرى دواخلك التي تجهلها وتتجاهلها. وبالرغم من كل هذا فأنا لم أتخلى عنك أبدا، وأعطيتك بارقة أمل أنه من نسل هذه المرأة سيأتي من يدوس على رأس الحية بقدميه. وعندما جاء ملء الزمان أرسلت ابني مولود من امرأة ليفتدي طبيعتك وأفكارك وعلاقاتك وحريتك. أصيح السلام لفاخر الأنام وبادر التمام. أنا أوجد إيماني بطول الدوام على
يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة، ثم خرج للبرية ليصارع الشر، وبدأ ينادي بمجيء ملكوت الله. لقد جاء ابن الله ليعلمنا أن نصلي إلى الآب الحنون السماوي، ليؤكد لنا أن كل من يسأل ويطلب ويقرع حسب مشيئة الله سينال سؤل قلبه. دخل إلى الهيكل بيت الله فوجده مليء بطرق العالم وخداعاته، فطرد كل من كان هدفه ليس الله. جاء ابن الله ليجلس مع السامرية ويشعل فتيل الحب في قلبها. ذهب لبيت حسدة ليشفي المخلع الذي نساه الجميع. أبرأ المرأة المنحنية وجعل نفسها تستقيم. أوقف نزيف الدم عند نازفة الدم لينزع عنها عار النجاسة. حام عن الممسوكة في ذات الفعل لتستطعم معنى الستر. جاء ابن الله ليكون لنا الرجاء والنور والحب والشفاء والطريق والحياة. لكن قبله يهوذا وأسلمه، وأنكره بطرس وتركته خاصته، واجتمع حوله اليهود كمجرم. لطموه وبصقوا على وجهه واستبدلوه ببرباس اللص. وقف أمام بيلاطس ليحاكم، ونادت الجموع بصلبه. عروه وجلدوه وألبسوه إكليل الشوك، واقتسموا ثيابه وسمروه على الصليب، وأسلموا الروح. فحجب النور وجهه عن مشهد الآلام، وتزلزلت الأرض. وأما هو فقد أتم ذبيحة الحب. ناحت المريمات وحزن التلاميذ، ولكنه قام وملأ القلوب فرحة ورهبة. وها نحن في ترقب واشتياق وانتظار نقول لك بكل الحب: أمين. تعالى أيها الرب يسوع.
والمتعالي على الأظهر وإلى الآباد كتابا كطاهر وتنكير اليوم الصوفي أكتب سبحوا مجدوا ذنوعه إلى الآباد هو المسبح والممجد والمتعالي صعد الابن إلى السماء إلى الله أمين وأرسل لنا روح القدوس لينزع عنا الأفكار والمشورات الرديئة ويحصلنا ضد أي مضرة ويكملنا بالكمال المسيحي ولنحيا حياة التوبة ونتجدد في الذهن والسيرة ويرفع فكرنا في الصلاة ونشهد للمظلوم ويشفع عنا بأنات لا ينطق بها وجعل قلوبنا فرحة ومبتهجة حتى في أحلك الأوقات. شكرا. نشكر جدا جدا جدا
مدرسة الشمامسة والقائمين عليها، ونشكر إيناس على الكلمات الرقيقة اللي هي حطتها، تصوني إيناس فوزي. بنشكر كل اللي قاموا بالدور، بصراحة حاجة جميلة جدا. أهم حاجة نشوف قد إيه ربنا موجود معانا من أول السنة لآخرها. ربنا موجود معانا من أول السنة لآخرها. معانا كمان أستاذ إيهاب التبعي، دكتور إيهاب التبعي على الأورج، حاجة جميلة جدا ممتازة جدا، ربنا يبارك فيهم. وإن شاء الله هيتكرر الموضوع تاني، وهنحاول نعمل حاجات أحلى وأحلى وأحلى. أشكركم.